أنا شاب عندي 21 سنة. من وأنا صغير كنت بحب التمثيل جدا. أي فيلم جديد بينزل لازم أقلد بطل الفيلم وأمثل نفس المشهد قدام المراية. أصحابي كانوا بيقولولي يا عم أنت هتطلع ممثل. كنت دايما أحس إن جوايا طاقة كبيرة بس مش لاقي باب أطلع منه الحلم ده. ولما دخلت الجامعة بدأت أشتغل على نفسي. فتحت حساب على انستجرام وبدأت أنزل فيديوهات تقليد تمثيلي وسكتشات صغيرة بضحك فيها الناس. ناس كتير بدأت تتابعني والكومنتات كانت بتشجعني: عندك كاريزما، هتبقى مشهور قريب. وفي يوم جالي مسج من اكاونت اسمه شركة اكتشاف مواهب. كتبولي شفنا فيديوهاتك، واضح انك موهوب وعندك حضور قدام الكاميرا. احنا شركة بتشتغل مع منتجين كبار في القاهرة وعايزين نعمل معاك تجربة تمثيل. انا ما صدقتش نفسي، حسيت ان الحلم قرب، ان اللحظة اللي استنيتها بقالها سنين وصلت. قالولي قابلنا في مكتبنا في الزمالك. رحت وانا لابس شيك جدا ومتخيل ان ده اول يوم في مشواري الحقيقي. استقبلني واحد شكله شيك، لبسه غالي، والمكان فعلا كان شكله محترم. قعد معايا وقال لي احنا بنعمل اختبارات اداء لوجوه جديدة، والمخرجين مهتمين يشوفوا ردود افعالك في مشاهد معينة. قال لي امثل مشهد غضب، مشهد بكاء، مشهد انفعال، كل ده قدام كاميرا صغيرة. انا كنت مبسوط، حسيت اني في المكان الصح. بعد يومين بعتولي على واتساب وقالولي عايزين نختبر مدى قدرتك على التعبير الجسدي. قلت يعني ازاي؟ ردوا نبعتلك لقطات وانت تقلد الحركات وتصور نفسك، جسمك لازم يكون مرن، المخرجين بيحبوا يشوفوا ده. الموضوع بدأ يبقى مريب بس كنت متردد. رجعت سألتهم هو ده طبيعي؟ يعني دي خطوات معروفة؟ قالولي بص، الشهرة مش لأي حد، لو مش قدها ما تتعبناش، دي أسرار الشغل ودي الطريقة اللي كل النجوم ابتدوا بيها. وقتها ضعفت، كنت خايف أضيع الفرصة وكنت بصدق إن الناس دي ممكن تبقى مفتاح الحلم. بعت الصور اللي طلبوها وبعدها حياتي اتشقلبت. بعد يومين جالي تهديد: لو ما دفعتش مبلغ كذا هننشر الصور على الانترنت، وعندنا اكتر وهنبعتهم لأهلك واصحابك. الدنيا ضلمت في وشي، ما كنتش بنام. كل دقيقة بفكر طب لو اتفضحت، لو اهلي شافوا، لو الناس صدقوا ان ده انا. كنت مرعوب، مكسوف، محطم. قعدت اسبوعين تايه مكتئب، مش قادر اكل ولا اخرج من اوضتي. وفي لحظة قلت لنفسي هو انا هفضل اهرب؟ انا مش غلطان، انا كنت ضحية. قررت اواجه. رحت لاهلي قلت لهم كل حاجة من اول فيديوهاتي لحد الصور والتهديدات. كانوا مصدومين لكنهم وقفوا جنبي. بلغنا الشرطة وابتدينا نتحرك قانونيا. والمفاجأة انهم طلعوا عصابة بيشتغلوا على شباب كتير غيري، بيستغلوا طموحهم ويلعبوا على نقطة الشهرة ويوقعوهم في نفس الفخ. انا خرجت من الازمة دي بس مش زي الاول، اتغيرت جوايا حاجات كتير. اتعلمت ان الحلم لما يجي بضغط وتهديد يبقى ده مش حلم، دي مصيدة. لو عايز اقول حاجة لأي حد بيسمعني دلوقتي فهقول مفيش شهرة بتيجي بتمن كرامتك. مفيش فرصة تستاهل انك تبيع نفسك او تتنازل عن مبادئك. وكل ما تحس انك لوحدك افتكر ان في ناس كتير مروا بنفس التجربة ونجوا. ما تسكتش وما تمشيش ورا الوهم. دي القصة اللي كانت جات لي من واحد يعني كان ماشي ورا حلم معين، وشاف حد على السوشيال ميديا يعني بيساعد الناس توصل للحلم ده، توصل للتمثيل وحاجات زي كده. هو طبعا يعني الحاجة اللي هو وقع فيها دي أي حد غيره معرض يقع فيها، بس هو يعني ما شاء الله تبارك الله ذكي وراح اضطر قال لأهله وبلغوا الشرطة، ودي حاجة كويسة. وأتمنى محدش يقع في فخ زي كده تاني. ودي كانت قصة النهاردة، وإن شاء الله نشوفكم في حلقة جديدة. إلى اللقاء.